نكمل. طريقة تتكون من عدة طبقات مختلفة، فإن لكل طبقة جناح واحد؟ لا. مستوى محوري واحد؟ محور واحد؟ لا. عدة محاور مختلفة؟ ممكن. بس عايز دلوقتي بتتكون من عدة طبقات، لكل طبقة لكل طبقة عدد محاور؟ لا. لكل طبقة كل طبقة لها مستوى محوري؟ لا. أو مستوى محوري بس، يعني كل عيل كل طبقة لا جناح؟ لا، لا جناحين. هل لها مستوى محوري؟ كل طبقة لها مستوى محوري بس محتوى خاص بيها؟ لا. عدة محاور، ده هو أصلا محور، يبقى ده محور خاص بيها. محور. نكمل. رقم 2 السؤال بعد كده، التركيب في القطاع أو التراكيب في القطاع المقابل. هو القطاع المقابل دوت أولا فيه طيب، بعد كده فيه فارق عادي ولا معكوس؟ اللي علوي فين؟ اللي علوي اللي فوق دوت هو ده العلوي. العلوي ده طلع ولا نزل؟ لا طلع. علوي طلع يعني معكوس، يعني كل قوة ضغط. نكمل. عندما تتعرض الصخور لقوة شد فإن مساحتها هي ايه؟ شد. مساحتها بتزيد افقي ولا رأسي؟ لا افقي. قوة شد فتزيد افقي. تاني الصورة ايه؟ وما قالكش رأسي. ولا رأسي؟ افقي تدريجيا. نكمل. طريقة تتكون طبقات تكون نسبة بين عناصرها. المستوى المحوري 1، المحور 5، الجناح 2، يبقى 1 ل5 ل2. تاني تتكون من 5 طبقات. كم مستوى محوري؟ 1. كم محور؟ 5. كم جناح؟ 2. بالترتيب. عند حدوث تعرية في الجزء العلوي لطية محدبة ثم ترسيب طبقات أفقية، حصل تعرية بعد كده توصيب بطريقة تاني، يكون التركيب هو عدم توافق. بس بص، هو حصل تعرية وحصل ترسيب بشكل تاني، حصل عدم توافق زاوي. كم طية من 3 طبقات. حلو السؤال ده، مهم جدا جدا جدا. طية من طبقات مختلفة يكون لها ايه؟ مستوى محوري 1 ولا 2؟ مستوى محوري 1 و3 محاور. كم القطاع المقابل يوضح مظهر الطبقات في احدى المناطق. ماشي. A و B. ماشي. عدم توافق بين الطبقة في الحجر الرملي C. ماشي. والصخر المتحول D. ماشي. فبعد عملية التحويل للصخر D أي ترتيب الأحداث محتمل. هو بص، حصل تحول في D. هل حصل ترسيب؟ لا. هل حصل تعرية؟ لا. لكن حصلت حركات أرضية. الطلع ده نزل فوق، ده طلع تحت، حركات أرضية رافعة. بعد كده حصل تعرية فحصل تآكل الحجر الجيري، الحجر الرملي. بعد كده حصل فيضان فادان الطمي اللي هي كونجلوميرات. بعد كده حصل ترسيب تاني للحجر الرملي. جميل. يبقى الإجابة رقم ب. الله، أسئلة جميلة. أي التركيب الجيولوجية الآتية أو التالية يمكن أن يصاحبها مد بحري. المد والجزر يا جماعة مفيش فيها توافق. المد والجزر مفيش فيها علامات مين، ده رمل. تدرج طبقي مفيش فيها مد وجزر. المد والجزر بيعمل الكسور اللي هو ايه؟ حيد وسط المحيط. ثانية، حيد وسط المحيط. ايه هو حيد وسط المحيط يا جماعة؟ ده حي كسر قوي جدا
يقسم المحيط لنصين متماثلين، فده في نص المحيط نتيجة المد والجزر والحركات التكتونية زي حركة الأسينوسفير. نكمل يا شباب معانا. الشكل المقابل يوضح قطاع في الكرة الأرضية، فإن العمق من نهاية القشرة الأرضية إلى النقطة إيه؟ النقطة إيه دي تتوقع إن هي إيه؟ النقطة إيه دي اللي هي مين يا جماعة؟ ده في نص الأسين، ده بص يقول لك النقطة إيه؟ بعتيها 2700 كيلو، 2700. طب أنا دلوقتي عارف إن الأسينوسفير كله الوشاح كله كام؟ 2900 في تحت 2700، يبقى الفاضل كام؟ من الوشاح من القشرة لغاية عند لغاية إيه؟ اطرح 2900 ناقص 2700 يبقى 200. نكمل يا شباب، ناخد الحتة دي وبعد كده ناخد بريك. التركيب الجيولوجي الذي أثناء ترسيب الطبقات. ترسيب الطبقات بقى مستحيل. طيب لازم قوة شدة أو ضغط، تشققات لازم يكون في مية، طيب محددة لازم يكون في برضك ترسيب أو قوة شد وضغط. لكن التدرج الطبقي ما طبقات متدرجة غير رسوبية. توجد بعض الرواسب المعدنية على صخر مسقول. صخر أول ما اسمع يا جماعة صخر مسقول فالق على طول. معدن إيه؟ ما شفناش غير معدن واحد اقتصادي. مين؟ الكالسايت. يبقى فالق معدن الكالسايت. ماشي يا جماعة، أنا تنشن سنة صغيرة بس اللي يعني دي الوقت شوية، وعشان عايزين نقدر نخلص كل أكبر قدر ممكن في أقل وقت، فمتقلقوش مفيش مشكلة معاكم 24 ساعة أوبن تايم، بس مش عايز يبقى فيها مشكلة، وبالعكس ريلاكسنج جدا جدا جدا، بس عشان الجو نفسه حواليها فول. نكمل. في أي اتجاه يميل الجناحين في الطية المحدبة والطية المقعرة على الترتيب؟ بص، الطية المحدبة كل ما امشي في جراح يبعد كل ما، ولكن الطية المقعرة كل ما الجناح كل ما ابعد بقى، مقرب. فأول واحد هيبقى بعيد والتاني في اتجاه الايه؟ المحور. التركيب في القطاع المقابل. ماشي. طيب هو هيسأل انت ليه السؤال ده؟ ان ضغط ثم زيادة ضغط عمل الطيب، زائد الضغط تعمل الكسر والفالق، عشان كده عمل فالق معكوس. يدرس علم الأحياء التطور الذي بعض الكائنات الحية الثدييات معتمد على علم ايه؟ علم التطور. يبقى الحفريات او الحفير على طول، مش الطبقات يعني. تدرسها قوة الشد التكتونية مع تكوين الطابق. شد يبقى ايه؟ شد يبقى خسفي. تمام. انا اقف لغايه هنا ونعمل ريست شويه ونرجع نكمل باذن الرحمن. معكم مستر ابراهيم الكاوي، درس جيولوجيا، ورقمي لاي معلومه او اي سؤال وايا كان فون وواتساب 010 66 58 1964. شكرا.